خوتي السلام عليكم. الدكتور محمد الهاشمي التونسي مدير قناة المستقلة يجلد فيها السعودي عشق بن سعيدان أستاذ العلوم السياسية. شوفوا معنا خوتي هذه المناظرة القوية التي يقوم فيها الدكتور الهاشمي بجلد الأستاذ عشق ويحرجه بخصوص الحفلات التي تقام في السعودية وأرواح تقصف في غزة. شوفوا معنا خوتي هذا الفيديو، أكيد راح يعجبكم، مناظرة قوية جدا جدا. تابعوا معنا خوتي هذا الفيديو. المملكة العربية السعودية دستورها القرآن والسنة، ونحن الشعب السعودي شعب محافظ معتدل قائم على كتابه وعلى سنة نبيه وعلى نهج الخلفاء الراشدين والسلف الصالح. ولكن نحن للأسف نرى من بعض من شرائح المحيط البائس من يتكلم علينا ليلا ونهارا. يعني انت التلميحات اسمعني، التلميحات واضحة، لكن بالله عليك الله استاذ عشق، بالله عليك، ايران ايضا دستورها القرآن والسنة. بالله عليك لما ليلة ضرب المستشفى المعمداني والأشلال الأولاد الفلسطينيين مرمية في المستشفى والناس والقتلى وقتها وصلوا 7000 وشاكيرا ترقص في الرياض، وانت تقول لي نحن الشعب. انا عارف ان الشعب السعودي شعب محافظ، لكن انت تريد الشعب العربي اللي غضبان من السعودية. لا لحظة، تريد لحظة، هل تريد انت ذكرت الموضوع انت الان، انت اسمحني انا ساعطيك الفرصة للرد كاملة. يعني انت الان ذكرت الموضوع بنفسك. يعني الان عمان جارتكم الغت احتفالات عيدها الوطني، قالوا عشان الدماء لم تجف في غزة. الكويت اظن سمعت حتى الامارات عشيقة اسرائيل في التطبيع عملت حاجة تشبه كده. يعني لما الناس يشوفوا تركي آل الشيخ يطلع بنفسه وزير الترفيه فيديو صوت وصورة ويقول انا ما يهمني في اي مكان تاني، انا يهمني فقط بلدي وموسم الرياض مستمر، وتعلن الدولة مش نادي ترفيهي خاص، مش كباريه في بيروت ولا في تونس كباريه شخصي بتاع رجل اعمال فاسد، لا، تعلن الدولة عن ليلة للضحك، ليالي مش ليلة، مهرجان للضحك، كل ليلة يجيبوا واحد يضحك الناس، وانتم اهلكم اقاربكم ابناء عمكم. وصلت المعلومة. دعني اجيبك. هعطيك اجيب. فانت لما تقول نحن الكتاب والسنة ونحن حاضنة العرب واهل العرب، انتم لا كنتم مشغولين بمباراة الملاكمة ومشغولين بشاكيرا. كيف انت تسالني ولا تمرر ما تريد؟ لا انت قلت الكلام، انا شفت انا لانك انت قلت، اسمعني، انت قلت في كلامك ردا على الاخ رضوان، انت قلت في كلامك احنا بلد الكتاب والسنة واحنا الحريصين على العرب، وفي ناس عرب يعني يتحاملوا علينا ويعملوا. قلت لك الناس بيتكلموا عاملين هاشتاجات غزة تباد والرياض تحتفل. سأجيبك. اولا عندما ذكرت ان التلميحات وما التلميحات، يعلم الله اني لم اقصد احدا بعينه، انا اتكلم على جميع المناوئين. عندما تذكر ايضا ان ايران يعني دستورها القران والسنه، فتصدقني يا دكتور محمد سيضحك عليك الكثير. والله في الدستور من عندي خبر من سورهم حسب المذهب الجعفري الاثني عشري. انت ذكرت واستشهدت بعمر بن الخطاب واستشهدت بصلاح الدين الايوبي، وانت تعلم اكثر مني واكثر من غيري بان عمر بن الخطاب يلعن ويسب لديهم في كل صلاه، وان صلاح الدين الذي انت تستشهد به يسمونه خراب الدين. هل هؤلاء سيعمرون اسلام ولا سيحلون قضايا عربيه؟ اما بالنسبه لسؤالك، الامور الاجتماعيه في المملكه العربيه السعوديه ستمشي ولن تتوقف الدوله بجميع مشاريعها ايا كانت، لن تتوقف، ولكن بالمقابل هناك افعال، هناك قمه عربيه وقمه اسلاميه، وهناك ضغوط دوليه، وهناك وزير دفاع ذهب الى امريكا وغيره. الا انت لم تقتنع، ولكن الملايين مقتنعه بهذا الامر. انت ما الذي تريد المملكه ان تريد؟ هل انت تعتقد ان المملكه لديها عصا موسى وخاتم سليمان؟ هذه الدولة تعمل عبر سياسة ممكن ما تستطيع تجاه أمتها وقضايا أمتها العربية والإسلامية. على اليمن ولو حررت المملكة، والله لو حررت المملكة بيت المقدس لن تتغيروا ولن تتغيرون تجاه المملكة العربية السعودية. والله انت يعني انت غلطان، والله الناس كانوا يحبوا السعودية كثير، والله تغير، والله السعودية تغيرت في آخر، اسمعني، السعودية تغيرت في آخر 7 سنوات، وفي حاجات ما كانت تحصل في عهد الملك عبد الله. اسمعني، الملك عبد الله بن عبد العزيز يا اخ عشق ويا اخ رضوان، حكى لي الشيخ عبد العزيز التويجري لما كانت الانتفاضه الفلسطينيه في عام 2000 قبل ما هجمات القاعده في نيويورك، الملك عبد الله يرحمه راح، هو وقتها ولي عهد بس السلطه في ايده، راح معاه الشيخ التويجري، قابل بوش منتخب رئيس جديد، قابله في كامب ديفيد، قال له الملك عبد الله اول حاجه انا عاوزك تعملها، انا جبت لك معايا فيديو عاوزك تشوفه،
قال جابوا الفيديو مجهز الملك عبد الله، حطوه قدام هو وبوش، والفيديو كان كله على الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشبان الفلسطينيين في الانتفاضة وقتها. وقال له يا جورج، علاقات السعودية وأمريكا لن تبقى على ما كانت عليه إذا أنتم ما تدخلتم في هذه المسألة وأوقفتم حليفكم عن هذه الاعتداءات. للأسف يقول لي الشيخ التويجري بعدها بفترة جاءت اعتداءات سبتمبر وأصبحت السعودية نفسها مستهدفة. الملك عبد الله كان إيده في إيد الشيخ القرضاوي وإيد الجماعة اللي الآن يعتبروا إرهابيين عند الحكومة السعودية. أنا شفته، أنا كنت حاضر والملك عبد الله جايب زعماء الإخوان المسلمين في الجنادرية وفي الديوان حقه، وجايب في مجلس الحوار الوطني جايب الجماعة اللي محبوسين الآن في السعودية جايبهم عنده يحضروا. يا أخي عشق، تغيرت السعودية، مش تغيروا الناس على السعودية تغيرت سياستها بإعلان رسمي من حكومتها. فما تقول لي والله الناس تغيروا. السعودية غيرت سياستها بإعلان رسمي من قادتها. ومواقف المناوئين ليست وليدة، هي من 30 و40 سنة ونحن نسمع هذا الأمر. هناك هجوم من الملك سعود والملك عبد، وهجوم على الملك سلمان وعلى الأمير محمد بن سلمان. الهجوم علينا متواصل يا أخي. أنا لا أقول أن نحن معصومون، ولكن نحن إذا كان هذا العالم يعني سيء بنظر فنحن ما زلنا الأفضل حتى الآن وحتى هذه للأسف الشديد. أنتم تنسون باهي واضح يا أخي، باهي أستاذ عشق، واضح جدا. أستاذ رضوان يعني عندي دقيقة إذا تحب، يعني عشان ننهي الحلقة دقيقة لو تكرمت. يعني الأستاذ عشق يتصور وكأني أهاجم المملكة العربية السعودية. أنا أول من أشدت بموقف الولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما استقبل الصين بالطريقة التي استقبل بها واستقبل جو بايدن بالطريقة التي استقبل بها، وأنا وقفت معه إلى أدافع عن السعودية عندما يكون هنالك مواقف مشرفة نحن نفتخر بها. أنا لست ضد السعودية، أنا مع السعودية عندما تقف إلى جانب الحقوق والأمور العربية والملفات العربية، لكن أنا لست هنا أتحدث. أنتم أقمتم تحالف ضد اليمن يا أخي من كذا دولة، من 30-40 دولة، وعملتوا حرب طويلة عريضة 9 سنوات على اليمن. يا سيدي قيموا هذا التحالف على الإسرائيلي ليس ل9 سنوات، ل6 أشهر، وبارك الله فيكم ونحن معكم. أنا يا أخي إذا أنت مفكر إني سني ولا شيعي، أنا سأتخلى عن شيعيتي وأعمل سني إذا بتتحرر القدس. أكون لك من الشاكرين، لأنه كلمتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أكنت في السعودية أم كنت في طهران أم كنت في لبنان، أنا هذا ليس موضوعي أنه من يقف إلى جانب الأطفال في غزة كما تفضل. نحن حاربنا منذ نشأة هذا الكيان حتى يومنا هذا، ونحن نحارب هذا الكيان ونقدم الشهداء. أنتم ماذا قدمتم لهذه القضية؟ الأموال لديكم، القدرة العسكرية لديكم. المملكة العربية السعودية أكثر دولة شراء للأسلحة في هذا العالم. ماذا قدمت المملكة إلى القضية الفلسطينية؟ وحضرتك بتقول لي حماس، بتقول لي يقدمون لحماس، إيران تقدم لحماس. ليش؟ هل حماس هم من كوكب آخر أم هم فلسطينيون؟ هل هم شيعة أم غير ذلك، أم بوذيين أم هم مسلمين؟ يعني رغم أن الشيعة هم مسلمون كما تفضلت ولمحت إيران، أنت تقول أنهم يشتمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا أتحداك إذا يسمح هنالك النظام بشتم أحد الصحابة أو زوجات الرسول أو أحد من هؤلاء، لماذا هذا الإعلام الكاذب حتى نشوه الصورة؟ أنا من الدعاة للوحدة الإسلامية، للتقارب السني الشيعي،